خد يا عم، خد يا عم الرجاله دي مش عايزين، خد بدل ما ارميها في وشك. في مكان غير المكان وزمان غير الزمان موارد الارض بتقل ومع الوقت بتبقى منعدمه، وكان لازم على البشر ان هم يلاقوا حل او بديل. وبالفعل العلماء بيقرروا يستكشفوا الفضاء عن طريق سفينه بتقدر انها تاخد موارد اي كوكب وتحوله للبشر. واحده من السفن دي كان اسمها ايشيمورا. ايشيمورا دي كانت بتحفر على كوكب ما، حصل انقطاع الاتصال بينها وبين الارض. فبيقرر الارض ان هم يبعتوا سفينه بقياده ايزاك للتحقيق في امر ايشيمورا بعد ما انقطع الاتصال معاه. واللي بيصادف ان الدكتوره بتاعه سفينه ايشيمورا هي نيكول، وهي صديقه ايزاك. ولما بيوصل ايزاك والطاقم بتاعه للسفينه بيكتشفوا ان السفينه فاضيه، والطاقم بتاعها كله متحول لمخلوقات فضائيه غريبه اسمها النيكروموز. فبيحاول ايزاك انه يهرب من السفينه ومن الكوكب ومن نيكروموز، وفي نفس الوقت يلاقي نيكول. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ Don't you want to be reunited with the people you lost? Our homecoming will be truly. تعالوا نتكلم شويه عن اسلوب اللعب. اسلوب اللعب هو بالاساس سيرد بيرسون شوتر. هو بشكل اساسي بيعتمد معاك على الاسلحه بتاعتك وعلى القدرات الموجوده في باتل ايزاك من تكنولوجيا متطوره، انت تقدر تحرك الاشياء، انت توقف الزمن، تبطئه شويه، وهكذا. الاسلحه متنوعه جدا وكل سلاح ليه تاثيره الخاص ومتعته الخاصه. من اكتر الحاجات اللي عجبتني في نظام اللعب هو التعديلات الموجوده على الاسلحه. كل سلاح ليه تعديلات مختلفه ليه لوحده، وابجردز مختلفه لكل واحد لوحده. اللعبه مش بس شوتنج يا جماعه، اللعبه فيها شويه الغاز بتقدر في مستواها من المتوسط للجيد. اكتر حاجه ضايقتني في اللعب وهي حركه البطل وحركه اللاعب بطيئه شويه في الحركه، غير انك بتقدرش تتفادى الضربات ولا تصدها. اللعبه متاخذه نهج المترويدفانيا، بس على الرغم من ده انت مش بتتوه في اللعبه خالص، ان في حاجه زي سهم كده او بوصله بتوجهك ناحيه هدفك. ملحوظه جانبيه كده يا جماعه مش فارقه معايا شخصيا بس لازم اقولها، لان اللعبه على اقصى صعوبه مش صعبه برضه. الحاجات اللي عجبتنيش الصراحه، اللعبه تحسها قديمه شويه، المهمات متكرره، معظم الوقت بتنزل شويه عدد من الوحوش وتدمرهم بنفس الطريقه وتغير الاسلحه وهكذا. اللعبه سكريبتد شويه، سكريبتد قوي الحقيقه. الجيم بلاي دموي وبيدفعك لتقطيع الوحوش بطريقه استهدائيه جدا، وتخرج طاقه العنف اللي عندك واللي جواك. والموضوع ممتع جدا لو انت بتحب العاب الاكشن في الرعب. يا جماعه ملحوظه، اللعبه مش رعب نجاه او مش هورور سرفايفر، لا لعبه اكشن هورور، لعبه رعب واكشن. نيجي بقى نقطه الجرافيك. الجرافيك اكيد 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 احسن من اللعبه الاصليه، دي ريميك، فاللعبه تكنولوجيا وبصريا واسلوب فني وتصميم سفينه الشمورة حلو جدا، بس مش نقله واو قوي يعني. اللعبه حلوه بمقاييس دلوقتي ومقاييس سنتين فاتوا. نيجي هنا للساوندز. الحقيقه الصوتيات هنا في اللعبه دي بتمثل 90 ل 80% من تجربه الرعب، هتحسسك دايما بالقلق والتوتر، صعب تجربهم في اي لعبه تانيه. صوت الوحوش بالاسلحه بالاصوات المحيطه حواليك كل ده 10 على 10. ملحوظه تانيه، اللعبه مش مخيفه يا جماعه، اللعبه مش مرعبه، هتحسسك بالقلق، هتحسسك دايما عايز تبقى مركز، لكن اللعبه اكشن رعب مش رعب بقاء. ميزه اللعبه اللي عجبتني عن اي لعبه رعب تانية وهي انك مش عاجز زي كل لعبه، زي مثلا اوت لاست انت هتهرب بس تخبى بس. يعني هي تصنيفها اقرب شويه للعبه ريزنت ايفل 8، انت بتواجه كل الوحوش وبتهزمهم. يا جماعه كلامي كله ده بناء على اللعبه بحد ذاتها، انا ما بقارنهاش باللعبه الاصليه لان انا ما لعبتش اللعبه الاصليه. تقييمي النهائي للعبه هو 9 من 10. لو انت بتحب العاب الاكشن الرعب اللعبه دي لوز اللوز. بس كده، وكده كل اللي عندي بالنسبه للعبه ديد سبيس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب وتنزل تبص على الفيديوهات القديمه وتفعل زر الجرس عشان تشوف فيديوهات جديده اول باول. سلام.